السلام عليكم جميعا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة دايما يا رب العالمين. معاكم سومة في البيت البسيط. والنهاردة بقى هنعمل العصير الخطير اللي انتوا شايفينه ده، وكمان الصينية دي طبعا كلنا عارفينها. دي صينية الجلاش باللحمة المفرومة المصري. بس انا النهاردة هعملها لك بقى يعني هنضيف اضافات كده هتخليها من جوه طريه ومن بره يعني مقرمشه معاكي، بس هيبقى طعمها في حته تانية خالص بالاضافات اللي هنحطها. يلا قوم نشوف طريقه ونشوف عملناها ازاي. اتمنى ما تنسوش بالشير والاشتراك واللايك، ويلا نشوف الطريقه ويلا بينا. وهنسمي بسم الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وانا معايا هنا بقى ايه الفاكهه الخطيره دي؟ الرمان. طبعا ملكوش حجه، الرمان دلوقتي متوفر كتير جدا ومنتشر في الاسواق وسعره معقول. بصي طول ما هو موجود ما يتقطعش من بيتك ابدا، لان دي صيدليه متكامله بجد. بصوا الطريقه اللي انا بعملها دي، بقطعها من النص وببدا ان انا اضغط عليها. بصي بيبقى الرمان كله يعتبر نزل، انا بس اللي بعينه دوت حاجات بسيطه متعلقه، لكن هو تقشيره بالطريقه دي سهله جدا، اعمليها بجد. اهي تبداي تاخدي الرمانه معاكي، تبداي تفتحيها بايديكي كده وتضغطي عليها كويس قوي من كل الجوانب بظهر ايديكي. اهي الطريقه دي بتنزل لك كل الفصوص. اهي بصي القشره تعتبر فاضيه، انا بس بنزل الحاجات البسيطه اللي هي ما نزلتش. لكن الطريقه دي مهما كان معاكي كميه هتخلص معاكي بسرعه جدا. ممكن تنزليها ببوز السكينه، الحاجات الباقيه ممكن تعمليها بايديكي. بس بصراحه الطريقه دي حلوه قوي وبتبقى سريعه وما بتوسخش ايديكي ولا حاجه خالص بصراحه. بعد انا ما قطعته بقى يعني قطعته خالص وفصصته، هبدا ان انا اعمله نوعين، هعمله نوع عصير ونوع اخليه حب. ليه بقى؟ الرمان ده بصراحه بجد يعني فوائده جميله جدا. اولا بيعالج اللي هو عنده يعني زهايمر، يعني بيمنع الزهايمر اقصد. بعد كده اللي عنده هشاشة عظام، لان هو يعني في مواد يعني زي الاستروجين بتاع الانثوي كده، فبيعالج الهشاشة. اللي عنده سوء هضم حلو قوي قوي، كمان لما بتاخديه على الريق ده بيتاخد كمان على الريق جميل. انا هنا بدأت ان انا اخد 7 معالق من حب الرمان مع كوبايتين ميه بس، وخلطتهم كويس جدا في الخلاط. وفي مصفى اهم حاجه تكون عينها ضيقه وتصفيه، عشان انا مش عايزه البذور اللي انتوا شفتوها دي. بعد كده انا طبعا الرمان اصلا بتاعنا بيبقى فيه سكر، فبيبقى هو حلو. اللي عاوز يسيبه على كده يسيبه، اللي عاوز يحط معلقه سكر زي ما انا ما حطيت يحط، اللي عاوز يحط معلقه عسل نحل يحط، على حسب ما انت عايز. بعد كده هتجيبي الازازه اللي هتصب فيها. انا معايا اهي ازازه تانية، يا دوبك قطعت بس البق من فوق اهي، قطعت حبه. بس تجيبي ازازه بقها اصغر من الازازه اللي انت تعملي فيها، عشان الاتنين يركبوا في بعض. بصي بالطريقه دي بتصب بمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله بصراحه. يبقى انا كده خلصت العصير بتاعي. طبعا انا عامله كميه صغيره ليه؟ لان هو ما يستحبش ان تعمليها لكذا يوم، لا، يعني انت تعمليها اليوم واحد بس، او مثلا النهارده وبكره بس، عشان تستفادي بان الفيتامينات والحاجات بتاعتها ما تضيعش. بعد كده انا هعمل بردك النص التاني عباره عن حبوب بس. بردك انا حطيت له بقى دي معلقه، نص معلقه سكر صغيره. وممكن بردك ما تحطيش سكر خالص، ممكن تحطي نص معلقه عسل نحل. وبردك في قلب البق اللي انا عاملاه ده، بصوا يعني سهل قوي قوي قوي، بينزل لي الحاجه بمنتهى البساطه بصراحه. اهو بردك انا اخدت الحب ده ويا دوبك حطيت له شويه ميه. الميه يا دوبك بص واصله لبدايه الرمان بس، ما تغرقهاش ميه، لا يا دوبك لبدايته بس، عشان الميه دي تحافظ عليه ان يفضل طري وحلو ما ينشفش. بعد كده زي ما انتم شايفين كده انا بقى معايا الحب ومعايا العصير. الحب دوت يا سلام لو انت خدتي حبه الصبح وكلتيهم على الريق، اولا بيعمل الامساك، بيعمل المعده والعصر الهضم حلو قوي. غير انه بردك على فكره يعني فيتامين سي، فبيعمل على المناعه. وكمان لو عندك ضيوف وعملتيه عصير حلو قوي. والرمان ده طبعا انا اللي انا حاطه فيه الحبوب ده، المفروض ما تنزلش الميه كلها، بس انا عشان البق صغير وعايزه انزل حبوب فاضطريت ان انا انزل ميه. لكن انت ممكن تحطيه في علبه وتاخدي بمعلقه. اهو انا عايزه بس الحبوب ويا دوبك معلقه ميه معاه بس كده مش اكتر. بس ما شاء الله خشوا على النت وشوفوه، يعني فوائده رهيبه رهيبه بجد. وقتنا رجعنا بقى عشان هنعمل صينيه الجلاش. انا معايا لحمه مفرومه وجلاش، ومعايا بصلايه هي وسط قطعتها ناعم شويه في الكب. بصلايه تقطعيها ناعم شويه في الكب.
بعد كده على حله على النار معلقه سمنه صغيره، ما تزوديش عشان اللحمه لسه فيها نسبه دهون، عشان ما تبقاش دهون كتير. ونزلنا بالبصلايه بتاعتي دوبك اديتها تقلبتين 3، ونزلت باللحمه، وهبدا اقلب لحد ما اللحمه بالبصل كلها تبقى لون واحد بالشكل اللي انت شايفينه ده. بعد ما قلبناه كله انا جبت، بصوا يعني انا يعني عايزه يعني معلقتين فلفل بس منهم انا حاطه فلفل حامي، يعني انا مقطعه نص فلفل حامي، ومقطعه بتاع نص فلفل احمر ونص فلفل اخضر، بس عشان انا مش عايزه كتير، يعني تقطعيه صغير. بس اهم حاجه تحطي الفلفل الحامي ده عشان هيدي يعني الصراحه للخلطه طعم حلو قوي. ومعلقتين ميه، انا حطيت معلقتين من معلقه الاكل وغطيتها وسبتها 10 دقايق لما استوت. بعد كده انا حطيت لها يا دوبك ايه، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، ما حطيتش اكتر من كده. واديتهم تقليبه بقى وطفيت عليها النار. يبقى التوابل بتاعتي عباره عن معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، نص معلقه صغيره من بهارات اللحمه، بس ما تحطيش اكتر من كده. وتقلبي وتسيبيها على جنب. ادينا بقى جبنا الصينيه بتاعتنا، انا معايا هنا سمنه على زيت، وبدات ان انا ادهن الصينيه بتاعتي، وبدات اجيب بردك ايه كل 3 طبقات كده من الجلاش وادهن بردك من السمنه على زيت ده. يا ريت تجيبي فرشه وتخليها للدهانات، لان بصراحه الفرشه بتتحكمي في الدهان، لكن لو عملتي بالمعلقه هتلاقي نفسك يعني حطيتي كتير من الدهانات. بعد كده انا بدات لقيت ان الورق بتاعي بيبدا يتنى من فوق، فانا جبت الصينيه وهبدا ان انا اعمل كده واشيل الزيادات اللي على الجناب، عشان تبقى الورق الجلاش على قد الصينيه وانا بحطها اهي بالشكل ده. وباخدها بالورقه بتاعتها وبحطها بصوا على رجلي. بصراحه اللي لما بحطها على رجلي كده بتسهل، باخدها بسرعه وبتشتغل معايا بسرعه يعني. وبدات اعين الزيادات اللي على الجناب ديت واحطها في النص. وبدات بردك ان انا اخد الجلاش، بصي لو في جلاش يعني زي ما انت ما شايفه كده لازق او متطبق مش مشكله، بس اهم حاجه تخلي الحاجات اللي فيها عيوب في النص، يعني ما تخليهاش على حروف الصينيه، لا، خلي اللي على حروف الصينيه الحاجات الجزء الطري، لكن لو في جزء ناشف او ماسك او حاجه حطيه في النص. وابدأي بردك ادهني اهو. هبدأ ان انا بقى احط الطبقات كده زي ما انت ما شايفه، كل ما احط 3 طبقات بصي ما بتحطيها على رجلك بتاخدي سهل جدا. انا دلوقتي بشوف بس يعني قد ايه الكميه عشان اعرف احط في نصها اللحمه والحاجه بتاعتي اهي. كل ما تحطي طبقتين 3 تدهني كده. دلوقتي انا وصلت لنص كميه الجلاش اللي معايا. هبدأ بقى انزل كده اسمي بسم الله كده وانزل باللحمه، بسم الله ما شاء الله، الريحه جميله بصراحه قوي ما شاء الله. اهي تنزلي بقى وتوزعيها كويس جدا في الصينيه. وانا معايا هنا شويه جبنه موتزاريلا بردك حطيتهم، حبه يعني مش كتير، لو مش حابه تحطيهم ما عندكيش يعني فيهاش مشكله. وبدات ان انا بردك اجيب بقيه الطبقات تاني اهي واحطها، ادي كده طبقتين. وبدات اجيب بقى ايه اللي انا كنت شايلاه من الجناب، اللي انا كنت حاطه الصينيه وعينته من الجلاش في الجوانب، بدل ما ترميه خساره وزعيه بردك وحطيه كده في النص كانه طبقه جلاش تالته، وتبداي تدهني عليه كده بالشكل ده. عشان كده بقول لك خدي فرشه، يبقى افضل لك الفرشه بتسرع معاكي وبتظبط لك الدهانات. وتبداي تاخدي كده بقيه الطبقات اهي، كل ما تاخدي 3 طبقات تدهني. انا كده يعتبر تقريبا خلصت الجلاش خلاص بتاعي. اديت بردك كده على الوش اهي دهنه كده خلاص ما شاء الله، انا كده خلصت كميه الجلاش بتاعتي. هبدا بقى اخد السكينه بتاعتي كده واسمي بسم الله، وابدا ان انا بصي بس وانا يعني بقطع لازم احط ايدي كده عشان ورق الجلاش ما يطلعش اهي. تحطي السكينه وتحطي ايدك عند وانت بتقطعي عشان الجلاش ما يطلعش. بصوا يعني اسرع غدوه واسرع بصراحه، طعمها حلو وبتوكلك. يعني ممكن لو انت عندك اي اكل كده بايت او موجود بقاله يومين 3، اعملي جنبيه الصينيه ديت ويبقى معاكي غدوه كده سريعه وحلوه. يعني بالنسبه للموظفات ممكن تعمليها من بالليل ولما تيجي من الشغل تشتغلي فيها، تحطيها في الفرن بس. بتبقى بصراحه روعه كده وجميله وحلوه. وادينا قطعنا الصينيه بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين مربعات. هبدا ان انا طبعا الفرن بتاعي سخن على درجه 180 في الرف اللي في النص، وهحطها يا دوبك بتاع 7 دقائق او 8 دقائق لما يا دوبك بس الجوانب تاخد لون بامبا كده بس. هبدا اعمل بقى
المشروب اللي انا هسقيه بيها دلوقتي عشان يطري لي الجلاش. دي عباره عن كوبايه هي من الحليب، لو عندك مج صغير يبقى تحطي كوبايه ونص، عشان دي كوبايه كبيره تحطي كوبايه ونص بس من الحليب لو مج صغير. لو عندك كوبايه كبيره يبقى كفايه كوبايه وبيضايه. وهتحطي معلقه صغيره من الفلفل الاسمر ورشه ملح. ودي بقى ايه، معلقه صغيره من البيكنج باودر او خميره الحلويات. مهم جدا المعلقه دي، لان هي ديت اللي هتخلي الورق بتاعك ينفش ويورق وما ايه يعني يبقى حلو. بعد انا ما قلبتها كويس جدا وعدت، بصي انا فتحت الصينيه الفرن بعد 7 دقايق لقيت الحروف اهي اخدت لون بامبا في الصينيه. في الحاله دي يبقى خلاص ابدا بقى ان انا انزل الخلطه بتاعتي دي واوزعها في الصينيه كويس جدا. بصوا عشان هي طبعا كانت يعني سخنه، تخلي بالك تمسكي كويس جدا بقماشه او حاجه عشان ما تتلسعيش اهو. وببدا اوزع بردك تاني. بصي شربتها ازاي، لان الجلاشه سخنه فطبعا شربت بسرعه اللي انا حطيته الخليط ده، ورجعته الفرن تاني. يا دوبك يعني تسيبيها كده لحد ما تلاقي الوش بس يعني بدا يحمر معاكي. انا يا دوبك فتحت الشوايه دقيقه، ما شاء الله ما شاء الله الريحه بقى طالعه، اللهم صل على النبي اللهم بارك، يعني حاجه طالعه بقى كده خطيره والريحه جميله. انا عندي مش مستنيين، عايزينها بسرعه ياكلوها دلوقتي. وتبداي برضك تقطعي بقى على التقطيع اللي احنا كنا عاملينه، تعيدي عليه بس. طبعا هي المفروض تستنى شويه، بس طبعا هي لسه طالعه سخنه نار فانا مش عارفه امسكها. فاللهم صل على النبي بقى ما شاء الله. والله حته خرطه جلاش باللحمه المفرومه بالاضافات اللي احنا حطيناها، مقرمشه من بره بصراحه. شايفين القرمشه الطبقه عامله ازاي، ومن جوه طريه كده. بس طبعا هي سخنه قوي ملهلبه، المفروض كنت استنى بس هم من الريحه بيقولوا لي لا هات الصينيه دلوقتي. فانا لو سمعت كلامهم فما كنتش هصور الفينش بتاع الحلقه. فانا قلت لا بسرعه بسرعه وهي سخنه كده مش مشكله. بدات اهو احطها على طبق. سامعين القرمشه كده ومحمره كده من بره ومن جوه، يعني حاجه طريه من جوه كده بصراحه ما شاء الله جميله جميله جدا. يا رب تكون عجبكم الوصفه بتاعت النهارده. شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه، حاجه كده والله بتتكلم انا عندي مش صابرين عايزين الصينيه فيا رب يكون عجبكم فيديو بتاع النهارده والوصفات بتاعت النهارده. اتمنى ما تنسوش باللايك، اهم حاجه اللايك الحلو بتاعكم عشان تشجعوني. وما تنسونيش كمان بالشير والاشتراك للي ما اشتركش في قناتي عشان يجيلكم وصفات بكل حاجه جديده، وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم واستنوني في وصفه جديده.